الفيديو اللي بسببه معرفتش أصور الأكل بعد ما خلص من كتر ما كانوا مستعجلين عليه بسبب الريحة الخطيرة اللي كانت منتشرة في البيت كله. شايفين الحلاوة والجمال ما شاء الله اللهم بارك، هتبقوا أساتذة في الشوي بعد الفيديو ده بأمر الله. في الفيديو ده بأمر الله هقولك على أسرار بسيطة تخلي معاكي الفراخ المشوية زي بتاعة المطاعم وأحلى كتير كمان. لو أول مرة تشوفوني دي قناتي لولو أيمن، ياريت تعملولي لايك وشير لكل أصحابكم وحبايبكم واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ بالطريقة والمكونات على طول. معايا هنا بصلتين متوسطين، ممكن كمان تستخدموا بصلاية كبيرة، توم 4 أو 5 فصوص من التوم، طماطماية كبيرة، عصير ليمونة كاملة، ربع كوباية من الزيت وربع كوباية من الخل. بهارات هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت في الفيديو. هي عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الكمون والفلفل الأسود والبابريكا والشطة، بهارات مشكلة ومعلقة من بهارات الفراخ. البهارات المشكلة دي بيبقى فيها قرفة وهيل وحبهان مطحون وكل البهارات المشكلة الجميلة اللي ريحتها بتبقى خطيرة في الشوي. نضيف كل المكونات دي في الخلاط، واضيف عليها عصير ليمونة كبيرة كاملة، ضفت عليها ربع كوباية من الخل وربع كوباية من الزيت وكوباية من المية، يعني ربع الكوباية الفنجان الصغير ده مليته مرتين مية وحطيته بس عشان يمشي السكينة بتاعة الخلاط. هضربهم كويس قوي وبعد ما اضربهم هصفيهم كويس قوي بالمصفى. انا مش عايزة التفل ده موجود معانا في التتبيلة او في الخلطة دي، لان التفل ده بيساعد على ان الفراخ تتحرق بسرعة اثناء الشوي، بيستوي بسرعة فبيساعد على ان الفراخ تتحرق بسرعة من بره وما تستويش من جوه. كمان حرق الفراخ ده معتمد اولا واخيرا على التسوية، يعني ما تخلوش الفحم والع قوي ملهلب كده طول الوقت، لا خلوه في الوسط كده، بيخلي الفراخ تستوي من جوه كويس قوي وبتاخد لون خطير من بره. اصفيهم كده بالمصفى كويس قوي. هضيف عليها كوباية من الزبادي ده بجد خطير، انا زي ما كنتش بجربه قبل كده، بجد تحفة تحفة في المشويات، في الفراخ المشوية. لو ضفتوا كوباية من الزبادي في الخلطة دي بجد ولا غلطة. اعملوا التتبيلة دي بنفس الطريقة بنفس المكونات، ما تحاولوش ان انتوا تزودوا حاجة او تقللوا حاجة، بجد هتعجبكم جدا، هتعتمدوها وهتدمنوها. هزود كمان مكون سري بيخلي التتبيلة دي في حتة تانية خالص، هو الكاتشب. معلقة من الكاتشب بتخلي التتبيلة خطيرة، طعم وريحة خطيرة بجد. هي ريحتها دلوقتي أصلًا في منتهى الجمال، يعني هي ريحتها دلوقتي في منتهى الجمال. أنا هنا كنت باشوف هي محتاجة ملح والّا لأ، ضبّطوا الملح بتاعها كده حسب رغبتكم، بس يُفضّل إن الملح بتاعها يكون مضبوط. قبل ما تستخدموا الفراخ في أي حاجة لازم تكون منقوعة كويس بأي محلول نقع أنتم متعودين عليه وحابينه. أنا ما باغيّرش محلول النقع اللي هو عبارة عن دقيق وملح وسكر وليمون ومَيّة، باسيبها حوالي كده ساعة منقوعة، وبعد كده باغسلها مرة و2 و3 لحد ما أحس إن هي خلاص بقت نضيفة وجاهزة معايا. بافتحها كده من الضهر بالطول كده، دي الفتحة المناسبة جدًا للشوي زي ما بتجيبوها من المحلات بالضبط، وباعمل فيها فتحات كده صغيرة بالسكينة علشان تشرب التتبيلة كويس أوي. أهم حاجة إن الفراخ تكون وزنها أو حجمها قليل، اللي هي تبقى كيلو وربع، كيلو ونص بالكتير أوي، ما تزيدش عن كده علشان تضمنوا سواها. هي دي الفراخ المناسبة للشوي. هاسيبها منقوعة في التتبيلة دي ليلة كاملة. أهم حاجة ما تستعجلوش عليها خالص، سيبوها منقوعة ليلة كاملة، بجد هتاخدوا أحلى طريقة وأحلى طعم لمّا تاخد وقتها في التتبيلة دي. بتبقى أجمل وأحلى كتير جدًا. أنتم لو مستعجلين خالص يعني ممكن ساعتين، بس الأفضل إن هي تبقى منقوعة ليلة كاملة في التلاجة، بجد كده بتبقى أحلى كتير جدًا. أنا هنا عندي شبكة حطيت عليها كمية كويسة أوي من الفحم. أنتم لو ما عندكوش شبكة ممكن تستخدموا الصفاية بتاعة البطاطس دي، المصفى بتاعة البطاطس، بتحطوا فيها كمية كبيرة من الفحم وتولعوا البوتاجاز تسيبوا الفحم لحد ما يستوي. هاقول لكم كمان على طريقة تشووا بيها الفراخ لو ما عندكوش شواية في البيت. تجيبوا أي صينية عندكم، يُفضّل إن هي تكون صينية قديمة أنتم مش محتاجينها. لو ما فيش تجيبوا أي صينية عندكم وتغلفوها كده بورق الفويل. يُفضّل إن تحطوا طبقتين من ورق الفويل علشان تضمنوا إن الصينية ما تتحرقش وتتعبكم في التنضيف بعد كده. أنا بعد ما استخدمتها فضّلت إن أنا يعني يكون أحط ورقتين أو طبقتين من ورق الفويل. أخدت معايا تنضيف شوية، فأنتم لو هتستخدموا صينية حطوا طبقتين من ورق الفويل. دي الفراخ بعد ما قعدت ليلة كاملة في التتبيلة دي في التلاجة، بجد الريحة والطعم خطير. حطيتها كده في الشبكة، ولّعت الفحم زي ما أنتم شايفين وحطيت الشبكة بتاعة الفراخ، بتتشوي معاكم بكل سهولة خالص.
خطيرة بجد، الطعم والريحة في منتهى الجمال. أخدت معايا تسوية على الفحم حوالي ساعة. أهم حاجة إن انتوا تحافظوا على الفحم في درجة حرارة الوسط عشان الفراخ تستوي معاكم من جوه كويس قوي ومن بره متتحرقش. بجد الطريقة دي هتعجبكم جدا، ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم. متنسوش تعملولي لايك وشير لكل أصحابكم وحبايبكم، شيروا الفيديو واعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. قدموها بالطريقة اللي تحبوها. أنا قطعتها هنا، تحفة جدا. شايفين دايبة الفراخ، دايبة حرفيا دايبة، طعمها خطير وريحة الفحم ظاهرة فيها قوي، أحلى من بره بجد بكتير قوي. شايفين التسوية خطيرة بجد، أحلى من المحلات بكتير جدا. قدموا معاها رز بسمتي، سلطة خضار أو صوص دقوس، عيش وطحينة، كل اللي تحبوه. تحفة جدا، خطيرة بجد. أهم حاجة وانتوا بتسووها كل شوية كده اعملوا ادهنوها فرشة من التتبيلة اللي بتبقى موجودة فيها دي، يعني كل فترة كده ادوها دهنة بسيطة كده بفرشة من التتبيلة اللي موجودة اللي كانت متبلة فيها. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها، وكل اللي حواليكم هيطلبوها منكم تاني وتالت، هتبقى أساسي معاكم في العزومات. سيبولي رأيكم في الكومنتات وقولولي ايه أكتر حاجة بتحبوها مشوية على الفحم، واستنوني في وصفة جديدة. مع السلامة.